اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه أجمعين. رددوا هذا وقولوا اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدنا محمد وكل من له نبي صلي عليه. ونخش في حلقتنا. توقيع عقد أشرف داري وبن رمضان وقرار كولر وعمر الساعي ورغبته يحدد رغبته وورطة أفريقية جديدة للنادي الأهلي وطلب حسام حسن. كل ده هنعرفه من خلال هذه الحلقة. لا تنسى الاشتراك وتدعمنا باللايك وتصلوا على النبي قبل ما نبدأ الفيديو. خليني أبدأ معاك بأول موضوع. أقول لك على مجموعة من الأخبار، وهي أولهم خبر هام وصادم وكبير جدا بين الكابتن حسام حسن والنادي الأهلي. طلب الكابتن، طب أنت ليه بادئ بالموضوع ده؟ أول حاجة لأن طلب الكابتن حسام حسن اللعيبة الدوليين، وهجي لك ليها، بس أشار إليها إن في ورطة جديدة أفريقية اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي للنادي الأهلي، وإن هو الكابتن حسام حسن هيلعب يوم 6 ويوم 10. يوم 6 داخل البلاد في مصر، ويوم 10 خارج البلاد. طيب يعني الأهلي هيسافر يوم 12 وهيلعب يوم 13، ويتبقى الأهلي، وكده هيبقى الأهلي ما سافرش باللاعبين الدوليين، وهتبقى دي كارثة وضغط كبير على النادي الأهلي. ولكن دلوقتي بقى في مسألة اللاعبين الدوليين، الكابتن حسام حسن طالب ان هم ينضموا قبل الاجندة الدولية اللي هي بتبتدي يوم 1 سبتمبر. هناك مفاجأة من العيار الثقيل، ان النادي الاهلي وقلعة الحمراء ومسؤوليهم ارسلوا خطاب الى اتحاد الكرة من 15 يوم بالظبط، وبيقولوا فيه ان لاعبي النادي الاهلي سينضموا يوم 1 سبتمبر، وذلك لحصولهم على راحة سلبية والاعتذار عن المشاركة في الكاس والحفاظ على وضع برنامج تأهيلي عشان يوصلوا للتوب فورم قبل ما يجوا المنتخب. والأهلي كان بيقول في خطابه أنا ضحيت ببطولات كتيرة وبملايين وبمليون جنيه وطلعت من الكاس، كل ده عشان أخلي لعيبتي في التوب فورم. فعشان كده وخسرت فلوس مادية ومالية كبيرة، فعشان كده أنا ممكن ما اديش اللعيبة إلا في وقت الأجندة الدولية. وهو برضه هيبقى في كارثة أفريقية كبيرة، إن هي قلنا ذكرنا هيلعب الكابتن حسام حسن مع منتخب مصر، اللي نتمنى له التوفيق. هيلعب يوم 10 واللعيبة هتسافر يوم 12، لعيبة النادي الأهلي، وممكن يلعب من غير الدوليين لأن هم هيبقوا لسه لاعبين. فالمنتخب عاوز لعيبة النادي الأهلي ينضموا اليوم بدل من يوم 28، فرفض النادي الأهلي خاص، وإنه ورطة أفريقية كبيرة جدا محدش واخد باله منها، لأن منتخب هيلعب في مصر كاب فيردي يوم 6 ويوم 10 هيلعب خارج البلاد، لأن أنت بتنتظر يوم 13 الفائز من جورماهيا والفائز من مش فاكر الاسم التاني. فالأهلي متمسك بقراره، والأهلي طلبوا احترام الأجندة الدولية، ودوت كان موضوع كابتن حسام حسن وورطة الأفريقية الكبيرة. نخش لتاني حاجة ونقول زي الإعلامي أبو المعاطي زكي لايك وشير وصلي على الزين عن الانفراد الكبير اللي بنفرد بيه النهاردة، والحمد لله إن أشرف داري خلاص دلوقتي استخرج تأشيرات السفر إلى اليوم، استخرجها إلى القاهرة، وحاليا بيتم تصيغ العقود ومراجعاتها دلوقتي في مسألة صيغة العقود والتوقيع اونلاين علشان عليه وشغال عليها امير توفيق. اشرف داري خلاص خلص. نخش على بن رمضان والقصة الكبيرة. خد بقى القضية في بن رمضان وقصة كاملة، وخد الخلاصة بمعنى صح. ايه المشكلة؟ الاهلي عاوز يرضي جماهيره ويجيب بن رمضان، وبقى اصبح مطلب جماهيري، ومستر كولر عاوز بن رمضان. طب ايه المعضلة؟ ان عندنا 8 لاعبين في النادي الاهلي محترفين، لازم يمشي منهم واحد على الاقل، وهيجيبوا مهاجم فلسطيني اللي هو عمر، وهيعامل معاملة المصري، وبيرسي تاو قاعد مش عاوز يمشي. فعدد المحترفين كتير في النادي الاهلي، اكتر من 8. في حال فشل صفقة بن رمضان سيتم اللجوء الى عمر الساعي، وهنا الكابتن محمود الخطيب في مكالمة هيخلصها في منت، يعني هيخلصها في ثواني والله.
كده نكون قلنا لكم باختصار كل جديد وكل مهم في المواضيع اللي ذكرناها في اول الفيديو. يا ريت لو استفدت من الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة وتصلي على النبي قبل ما تقفل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.